برافو عليكي يا هاجر، كل يوم اكنسي يا هاجر، رائع يا هاجر، طبقي يا هاجر، اغسلي يا هاجر كل يوم، اللي مصحى فيه بننام فيه، كل يوم هاجر تعمل كل حاجه. انا زهقت من اللي انا فيه ده، كل يوم على نفس الحكايه دي. ده ايه ده؟ بصوا بقى، انا بالعاده اصلا بشيل الغسيل بحطه في اوضه الاطفال واطبقه، بس النهارده هطبقه معاكم هنا عشان اوريكم. اللي بنام فيه بصحى فيه هو الاكل والترويق والمسح وحاجه البيت والدروس، وكل حاجه اللي بتحصل في يومي هي بتتكرر. اللي ضاف لها الايام دي بس التصوير. اي ست بيت عارفه ان هي لازم تصحى من النوم، تفطر، تحمي، تاكل، تلبس، تشطف، تعمل اكل، تمسح الشقه، تروق الشقه، تغسل مواعين، تنشر غسيل، تلم الغسيل، تحط غسيل، تطبق غسيل. الغسيل ده ما بيخلص، الغسيل بيولد والمواعين بتولد والعيال ما بتسكتش. ومطلوب منك بعد ده كله ان انت تقعدي رايقه ونضيفه، فيش فيكي غلطه، وما فيش في بيتك غلطه. ده المطلوب. ستات البيت ما بتتعبش، مش عارفه ازاي. الكلمه المتاحه اللي بتتقال لنا على طول انت قاعده في البيت، لا تعالى بقى شوف انا قاعده في البيت ازاي. شوف انا بعمل ايه كل يوم في البيت اللي بنام فيه بصحى فيه، هو ده يومي. غير بقى المذاكره وغير التعب وغير الجري وعيل تعبان، عيل عايز ياكل، عيل مش عايز الاكل ده. في درس هناخده، في درس هنديه، في اكله جديده. اليوم النهارده فري، اليوم الفري اللي انا ما بعملش فيه اكل، بعمل فيه الشقه، بغسل فيه السجاد، بعمل فيه الشقه. ببقى تعبانه، بيبقى عيل تعبان، ده اليوم الوحيد اللي ممكن سامح ما اعملش فيه اكل. عشان بقى تعالوا كده شوفوا ستات البيوت اللي بتبقى قاعده ما بتعملش حاجه، اللي انت بتبقى حاطط في دماغك ان هي طول اليوم بتبقى نايمه، والغسيل والاكل والشرب وده كله بيخلص وهي في مكانها. خلاص احنا هنصوت، احنا تعبنا. الحمد لله انا راضيه بكل حاجه، وده مش حالي انا لوحدي، ده ستات البيوت كلها ده حالها، والحمد لله. يعني تعبنا في الاخر عند ربنا اكيد. اكيد كل حاجه ثواب، وكل حاجه بنعملها ثواب، فاكيد تعبنا في الاخر عند ربنا. هطبق معاكم الغسيل ده وهنشوف بعد ما هنطبق الغسيل ده هنعمل ايه. طبعا احنا صاحيين من بدري وعملنا الفطار ولمينا يومنا، فاضل الغدا بقى اللي هو الغدا والعشاء. يلا. كده كده الهدوم اهي اتطبقت، طبقناها وخلصناها. يا ريتها زي ما بتبان في الكاميرا كده ما بتاخدش ثانيه وبتخلص. يا ريتها. اكتر حاجه بكرهها هو الغسيل. الغسيل ده اكتر حاجه بكرهه. انشر واغسل عادي والم، لكن اطبق لا. كنت دايما. احنا بقى كأمهات مصريين، ممكن تكون الناس التانية زينا، يعني البلاد التانية وكده، عندنا عادة اللي هي الشقة تتشال 100 مرة وتتشقلب ونغسل فرش وانتريهات وستاير وسجاد ودواليب وتحت السراير. بس تعالي بقى قبل رمضان، آه قبل العيد، قبل العيد الكبير، يعني الايام دي كل حاجه بتتشال وبتتحط. دخول المدارس كل حاجه بتتشال وتتحط ما بين الصيف والشتوي، نفس الحكايه. مع اننا طول السنه طول السنه بنروق وبنمسح وبنغسل سجاد وستاير. يعني في ناس من السنه للسنه، لا احنا لا، طول الاسبوع ممكن تغيري المفارش دي مرتين في اليوم. عيل كان بحاجه، عيل عمل حاجه، فطول السنه بنعمل، مش يوم واحد ملناش ميعاد. بس دي عادات، دخلت اي موسم علينا لازم نشيل الشقه. حتى لو هتفرشي الفرش هو او فرش جديد، تحسي ان الفرش كده ليه، حتى يبقى هو يعني الفرش هو اللي غسلناه وهو اللي بنفرشه، بس بتحسي كده ان الشقه بيبقى ليها زهوه. مش يعني احنا بنمسح على طول، بنروق على طول، الدواليب دي على طول، تحت السراير، المطبخ والحمام اسبوعيا، الحمام وكل يوم الارض والحوض والقعده والبانيو. بس انا بتكلم على كله. بس تعالي بس كده عند دخلة الحاجات دي، تحس ان هو ايه، مكرر علينا لازم نعمل كده. ما عملتيش تحس ان حاجه ملهاش زهوه، وان انت حتى لا مسحه عادي. فلازم كده. في ناس بقى بتقولك ايه ده، هو انت بتشيلوا عشان رمضان؟ انتوا بتشيلوا عشان المدارس؟ لا، احنا طول السنه شايلين، بس دي ايام احنا اتعودنا عليها. احنا عندنا صحه زياده، والله العظيم. اللي هو ايه ده، طب ما انا لسه شايله، بس خلاص دي عادات. زي كده العيد، زي يعني دخلة العيد دي عادات بتاعت السنه كلها بتاعتنا احنا كده. معرفش في زي ولا لا، بس في من اللي اعرفهم كتير قوي زي. لو انتوا زي. المهم بقى، خلصنا وخلاص. بصوا بقى كده، قمت احمر حبة بطاطس مع الفطار عشان البنات بتحبها وانا كمان بحبها. يعني الفطار يعني بطاطس، البطاطس المحمرة دي موجودة عندنا طول اليوم. بصوا هنا كده بقى قطعت الخيار كده والطماطم، ورشيت عليهم حبة ملح كده وفلفل اسود. وهنا كمان البطاطس ملح وكمون. ماشي. بصوا بقى هنا الفول ده حطيت عليه زيت وسمنة وكمون وملح، وانا بحبه كده هرسه. يعني ما بحبش الفوليه صاحيه، بحب اهرسها. عامه انا بحب ميه الفول يعني، فبحب ان الفوليه ما تبقاش باينه. وهنا بصوا البسنجان ده اللي يفتح النفس.
وهنا الطماطم والخيار والبطاطس وطعمية. بس بقى حتة جبنة قديمة كده، حماتي كانت بعتالي جبنة خدت منهم حتة. والعيش اهو، ايه رأيكم؟ فطارة دي بقى. ودي جليت كده بصوا، ودي العسلية دي طبعا. قد تسكن قصرا وتضيق بك الحياة، وقد تسكن جحرا ويشرح الله صدرك. قد يكون لك إخوة وتعيش وحيدا، وقد تكون وحيدا وحولك إخوة. قد ترى الأصدقاء يجملون حياتك، وقد ترى الأقرباء ينسون قرابتك، وقد ترى أغنياء يرتشون وترى فقراء يتصدقون. لهذا سمي الدنيا. إحسانك وتعاملك لا ينسى، فلا تندم على لحظات أسعدت بها